السلام عليكم متابعي الأعزاء. اليوم جبت لكم محبوبة المغاربة كوكو بسميدة. كتجي خوتي معلكة رائعة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي ننقل معكم أدق التفاصيل ديالها والأسرار النجاح. شوفوا كيفاش كتجي الأخوات رائعة، جربوها والله العظيم صدقوني غترجع عندكم معتمدة. أخوات اللي كيبيعوها، الإخوة اللي كيعملوا لي كوموند، إن شاء الله غنعطيكم أدق التفاصيل. انا بالنسبه لي هذا عندي كوموند، يعني المقادير مدوبره، ولكن نعطيكم اصغر اوار. غنعملو 250 غرام ديال الكوكو نوعيه جيده، وراه غنهضر لكم عليه مزيان الاخوه والاخوات في اثناء الفيديو. 250 غرام ديال السميده ديال القمح، حتى هي نوعيه جيده اللي كنعملو بها الحرشه رقيقه. كتلاحظوا انا عندي كونتيتي كبيره، ولكن كنعطيكم العبار الصغير. عندنا خوتي كاس وربع ديال السكر الخشن، أي ما يعادل 120 غرام. بزلافة عندي فيها 3 العبارات. عندنا هنا القشرة ديال الليمون أخوتي معسلة، ملي كنستعملها معسلة باش كتبقى في كونجيلاتور. عندنا البيكين باودر 8 غرام. عندنا ملعقة ديال الحليب المجفف، ونصف كأس من مايزينا. بالنسبة للزيت إخوان أخوات، كأس العنبة 120 مليلتر. وعندنا عقدة الليمون. واهم حاجه طبعا البيض. في العبار الصغيره تعملوا الاخوات 5 البيضات، انا هنا عندي 15. راه كنعملوا 4 البيضات او 3، ولكن بعد كتشرب لنا السميده وكنزيدوا البيض. انا كنعمل 5 البيضات في العبار الصغير، كتجي هي هذيك. كنعملوا البيض هو الاول. هنا عندي 15 بيضه، ثم عملوا 5 بيضات، وتعملوا معها كاس سكر خشن. من الاحسن غير كاس الاخوات باش ما تجيكمش حلوه بزاف، لان كتفنت في السكر. وغادي نزيدو لها عفوا الكونفيتور اخوتي راه ما عطيتكمش في العبار، حتى هو راه غادي نضيفوه. اول حاجه البيض والسكر خصهم يذوبوا مزيان. من الاحسن تستعملوا غير الفوي او يدكم، راه كافي الاخوات. غنحاول نعطيكم ادق التفاصيل، بقاو معنا باش تستافدوا مزيان. بعد ما كيذوب لنا خوتي السكر بالفوي، غادي نضيفو ان شاء الله الزيت. عفوا اخوتي، الجو بارد راكم عارفين كلشي مريض في هاد الايام، الله يشافي الجميع. كيف ما قلت لكم غنذوبوا السكر بالفوي، ومن بعد غنضيفوا الزيت كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكوكو اللي قلت لكم الاخوات قبيلتي، الكوكو حاولوا ما امكن تستعملوا نوعيه جيده. علاش؟ لان الا كان النوعيه الخاشن، ديك النوع اللي خاشن راه كيشرب البيض وكيجي ما كيعطيش التعليكه، وكتجيكم الحلوه ديالكم ناشفه من الداخل بزاف. فاش تمشيو الاخوات عند اللي كيبيعوا الماتريال الحلويات، شبر الكوك في يدك وحاول طحنو غير هكا مع الاصابع ديال يدك. اذا عطاك ماده دهنيه، فهداك احسن نوع ديال الكوكو. اذا بقى يدك شاحت، ديك الكوكو ما تستعملوش. انا هنا غنستعمل اخوات اليدين، لان ما كاينش بحال اليدين طبعا، باش السكر ما كيبقاش الاثر ديالو. كنضيفوا هاد قشور الليمون اللي كيكون عندنا معسلين ومرقدين في الكونجيلاتور. غنعملو هنا 3 المعالق، نتوما تعملوا معلقه في العبار ديالكم الصغير، وغتستمروا في التحريك جيدا. لان سر نجاح اخوتي اللوزه ديال الكوكو والسميد هو العريك ديالها. يعني خصكم تذوبوا السكر مع الزيت، ما كنوصلوش لدرجه الكيكاني كيولي ابيض، غير تذوبوا السكر مع الزيت مع البيضات بهذه الطريقه اللي كتشوفوا الاخوات، او بالفوي اللي حبيتو نتوما واللي جبرتو عندكم متوفر في البيت. بالنسبه للسميده اخوات، جيبوا السميد ديال القمح الاصفر، ما تجيبوش الابيض، راه ما كيجيش مزيان. بالنسبه للكوك غادي نعملوا الكوك او جوز الهند. بالنسبه للاخوات والاخوان المشارقه، كتعملوا الكوك دفعه واحده، ما كتبقاوش تعملوا دفعات. لان فاش كنعملوا الكوكو شنو كان خصنا ضروري خصكم تعركوا. علاش كنعركوه؟ باش كنحاولوا ما امكن نشربوه البيض، لان اذا خليناها ويبست او قصاحت غادي تجينا سوقه خاوي، ما غاديش مزيانه، غادي تجي يعني كيف ما كنقولوا غادي تجي ما غاديش تعطيها التعليكه. يعني السر التعليكه ديال اخوتي هو العريك الكوكو. كنعركوا الكوكو يعني جيدا. انا هنا كنت نسيت الكونفيتور، عملته كونفيتور ديال المشماش. كتعملوا 2 معالق، انا عملت هنا كاس صغير في 3 ديال العبارات ديال الكوكو ديال السميده اللي عندي. كنخلطو مزيان، يعني خصو تخلط مزيان في هذه المرحله.
صدقوني الاخوات، تبعوا هذا الشيء اللي كنقول لكم، راه غتحسوا بشويه د الملل، ولكن نصائح من ذهب. ما كاينش اللي غيعطيكم هاد النصائح اخوتي الا انسان مجرب. يعني انا هذا راه عندي كوموند وراه خدمته معكم في الفيديو وعطيته لعباد الله، راه ما شاء الله الناس حماقوا عليا. اذا خلطتوا جوز الهند وخلطتوا السميده في دقه واحده ونزلتوها وبغيتو تكوروا، في الاخر غتجبروها يبسات، غتجبروها حجره. لاحظوا معايا دابا هنا كنشربوه مزيان، ديك الكوك كنشربوه البيض. غادي نزيدو اخوتي هنا العقده ديال الليمون، حيت انا بغيت الملوزه ديالي تجي كامله غير في الليمون، يعني بقاو في اللوطي مادا، ما تدخلوش شي مذاقات اخرى، ما تعملوا لا فاني ولا حتى شي حاجه، باش تبقاو في مذاق الليمون، لان الليمون مع جوز الهند كيعطيو اخوتي واحد المذاق ولا اروع. لاحظوا معنا، نتوما كتخلطوا هي كتبقى تشرب. بالنسبه غنضيفوا المايزينا وغنضيفوا الحليب المجفف، اما مايزينا اخوتي لو كتعملوا كريم باتيسير كيكون غابره. غنضيفوا البيكين باودر وغنستمروا في التحريك. حركوها اخوتي مزيان وعركوها، صبروا عليها وما تقلقوش، لان اذا ما عطيتوهاش هاد العريك هذا راه كنأكد يعني راه قلت لكم في فيديو راه عشرات المرات. مورا هاد المرحله ديال خوتي غنضيفوا السميد. بالنسبه للسميد غنضيفوه دفعتين، لان بعض المرات السميد كيكون نوعيه ممتازه كتكون كتشرب السوائل. يعني غتعملوا لا كونتيتي الاولى وتستمروا ان شاء الله في العريك وتشوفوا عينكم ميزانكم. كيف ما كنقولوا دائما حنا المغاربه، عينك ميزانك. لاحظوا الاخوات، عطيوها العريك عندكم تعكزوا كيف ما علمناكم دائما، لان السر ديال الحلوى المغربيه هي العريك. عندك الملوزه د اللوز كتجي رائعه فاش كنعركوها، اما الا غير خلطتو راه ما كتجيش مزيانه. هنا كنضيفوا الكوكو الدفعه الاولى، نحركو عاود، بعد غنضيفوا الدفعه الثانيه. ما تملوش الاخوات، لان النصائح خصها تعطى وتبان، لان بامكاني هادشي كامل ما نبينو لكمش في الفيديو وصافي. الاخوات غادي يخلطوا الملوزه ديالهم وغادي يدوزوا، ولكن لا، انا حاولت ما امكن نعطيكم ادق التفاصيل، ما حذفت حتى شي حاجه باش تستافدوا. لاحظوا غير كنعملوا السميد، الملوزه ديالنا كتبقى تجمع، ما كتبقاش الخفه فيها. او كنزيدوا الكونتيتي الثانيه. وعملوا واحد الحاجه في بالكم الاخوات، راه خصكم تخليوها 10 دقائق عاد تبداو تكوروها. علاش؟ في ديك 10 دقائق غادي تشوفوها واش غتشرب ولا لا. لاحظوا معايا كيفاش كتشرب. دابا انا خليتها 10 دقائق، شوف كيفاش تبدل الشكل ديالها. عملوا قطره خفيفه د الماء في يدكم وكوروا. الا شفتوها كتكور وما كتلصقش، صافي هذاك هو القوام الاخوات. كنوجدوا الاخوات السكر الناعم وزليفه الماء، نستعملوا قطرات فقط. كدهني ديك العين ديال الحاجه، ماشي اني كنفزقوها. كتكوروا كويره ديال 20 غرام. انا عندي كوموند كانت 20 غرام فايته شويه، وغادي تعملوهم في السكر. انا كنعمل صراحه كنعمل 20 30 حبه، بعد كنبقى نخرجهم، او كنعمل 20 30 حبه او كنبقى نخرج باش لان هذا العبار هذا غادي يخرج لي 3 لاطات كبار، كل لاطه كتوز 66 حبه. يعني الا نتوما عملتوا العبار الصغير ديال 4 كيلو غادي تنزل لكم 66 حبه، 66 70 على حسب العبار ديالكم. شوفوا الاخوات، كندوروها في السكر مزيان. عندنا جوج حاجات، اما كنخليوها غير مكوره وكنزلوها، او كنضغطوا عليها شويه من الفوق. لكم الاختيار، يعني نتوما شوفوا اللي كيعجبكم عملوه. هنا غنضغط علينا واحد شويه، وكاين شكلات اللي غنخليهم مضغوطينش، راه غادي تشوفوه معنا.